حق المنتخب الاولمبي ان هو ياخد اللعيبه اللي تحت 23 سنه كلهم في اي نادي ومن اي نادي. اما اللعيبه اللي فوق السن فوق 23 فمش من حقه ان هو يجبرهم ان هم يجوا. صلوا على النبي. تصدقوا ان منتخب مصر الاولمبي والمسؤولين في مصر عن الرياضه وعن الكوره بالتحديد محتارين في 3 لاعبين يروحوا مع منتخبنا الاولمبي اولمبياد باريس 2024؟ 3 لاعبين فوق السن مش عارفين نحددهم. طب المحترفين قلنا انديتهم الخارجيه مش راضيه تسيبهم. محمد صلاح قلنا مش في حكم نفسه، عمر مرموش قلنا مش في حكم نفسه، تريزيجيه اللي بيلعب في تركيا قلنا مش في حكم نفسه، مصطفى محمد مصاب ويا عالم يلحق ولا ما يلحقش. نيجي بقى للانديه المصريه، طالع ناس اهلاويه وزملكاويه بيقول لك من حقنا ما نبعتش اللعيبه بتاعتنا لمنتخب مصر الاولمبي. انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ والناس تقول لك انت مش عارف اللوائح والقوانين، انت مش فاهم حاجه. لاعب تمنعه عن منتخب وطنه وعن منتخب بلده وتقول لي اصل مش في الاجنده؟ لاعب الانديه دي معموله عشان خاطر تخدم منتخبنا. الكره اساسا هدفها خدمه المنتخبات الوطنيه ورفع اسم البلد لفوق، مش هدفها الانديه، مش هدفها التجاره ولا القنوات. الناس فاهمه الكره غلط، فاهمه الرياضه غلط. هقول رساله سريعه لجمهور الاهلي والزمالك وبيراميدز: اللعيبه دي والانديه دي جايه عشان تخدم المنتخب مش عشان المنتخب هو اللي يخدمها. نظام الكوره في مصر اللي اعتمد على القنوات وعلى المحسوبيات وعلى المجاملات لازم يتغير. يا جماعه الناس دي جايه عشان تخدم بلدها، لازم نفهم. الناس دي بتاخد ملايين عشان خاطر تنفع البلد، ترفع اسم بلد. ما تقوليش منتخبنا هيروح يعمل ايه هناك في الاولمبياد. اللاعب اللي يتطلب هنا من نادي في مصر ايا كان، اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز، بينافس على بطوله حتى محليه، لو اتطلب للمنتخب الاولمبي لازم يروح مع منتخب البلد. يا جماعه لازم نشغل مخنا، يا ناس ما نبقاش قاعدين كده عمالين ننافس في بعض ونصارع بعض ونقول انا اهلي وانا زمالك وانا بيراميدز على حساب منتخبنا. بطوله مش في الاجنده الدوليه، البطولات الدوليه مش موقوفه عشان خاطرها، لكن دي بطوله اولمبيه يا جماعه. ده الناس بتدفع ملايين ومليارات عشان تاخد ميداليه اولمبيه، واللاعب يبقى له الشرف والفخر انه يمثل بلده في الاولمبياد. لازم الناس تفهم الكلام ده. لازم الناس اللي طالعه تشتمنا على الصفحات وتقول انت بتتكلم ومش فاهم كوره، من حق المنتخب الاولمبي ان هو ياخد اللعيبه اللي تحت 23 سنه كلهم في اي نادي ومن اي نادي. اما اللعيبه اللي فوق السن فوق 23 فمش من حقه ان هو يجبرهم ان هم يجوا. لكن ادبيا اللاعب اللي بيلعب جوه مصر وبيلعب في نادي مصري لازم لما يطلب للمنتخب الاولمبي يلبي الندى.